يا سلام بقى على صينية سنجاري الغلابة وكمان جمبري الغلابة. حاجة كده بقى تحفة. شايفين جماله؟ شايفة الجمال؟ حاجة كده جميلة جدا جدا. ده بقى كيلو بسارية. جبته شلت الراس بتاعته ونضفت القلب بتاعه، يعني شلت بطنه مع الراس كده عشان ما تبقاش ممررة. وهعمل ايه بقى؟ إيه ده طماطم وبقدونس وفلفل وتوم وبصلاية صغيرة قوي قوي، يعني مش كبيرة، وفلفل حامي لو حبة. إيه هعمل ايه بقى؟ هجيب نص الخضار اللي انا جايباه ده وهطحنه في الكبة، وهخلط إيه البسارية بيه، يعني هخلط الحاجات دي كلهم بيه مع كمون وملح وليمون طبعا. وهقلب بقى كل الحاجات دي، وهبدأ بقى ارصها في صينية كده. هرصها بقى كده كويس. والخضار بقى التاني، بقية الخضار هحط عليه كمون وملح وليمون. وهعمل ايه بقى؟ هرصه كده بقى من على الوش، عشان انا مش عايزاه يتهرى قوي، بيبقى طعمه فظيع قوي لما يطلع بقى كده من الفرن، تعصري عليه ليمون كده، يا سلام، مش قادره اقول لكم حاجه كده خطيره. وهحط عليه زيت برضو كمان. بس بقى هعصر الليمون كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها بقى الفرن، مش بتاخد وقت ابدا. هنا بقى كنت بحط جمبريايه وواحده كابوريا كمان على الوش كده بقى، ما هو جمبري بقى. هعمل ايه بقى كمان؟ الجمبري بقى المقلي، البسارية المقلية، حاجه بقى كده خطيره. احط بقى شويه شطه صغيرين، وشويه كركم، وشويه ملح على الدقيق، ومعلقه نشا. هقلب بقى الحاجات دي كويس قوي. وهعمل ايه؟ هحط الخليط بتاع الدقيق ده في كيس. هحط خليط الدقيق ده في كيس ليه بقى؟ علشان يتخلط كله مره واحده كده وما يبهدلش طبقه عندي ولا حاجه. ممكن تخلطيها بقى في طبق لو انت حابه. بس بقى هعملها بالطريقه دي كده. واكون بقى مسخنه زيت سخن قوي قوي. وما نحطش في الزيت كتير، يعني ما نحطش في الزيت ياما، حبه صغيرين بس كده. هيتحمر معاكي وياخد لون بقى الذهبي الخطير ده. وبعد كده بقى نطلعها، مش بتاخد وقت ابدا. وبعد كده بقى نطلعها ونحط غيره، طبعا مش بياخد وقت خالص. بس شايفين بقى المنظر الجميل؟ حاجة بقى كده قمر. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. شايفة الجمال؟ حاجة كده بقى ايه، جميلة جدا جدا. جربوه، ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.